مخارج الحروف. لمخارج الحروف 5 مخارج أساسية، وهي الجوف، الحلق، اللسان، الشفاه، الخيشوم. وهذه ال5 مخارج الرئيسية يتفرع منها مخارج الحروف 28 حرفا للغة العربية. فنجد هذا الرسم التوضيحي لشكل اللسان والفم من الداخل، ونأتي على مخارج الحروف من خلال الأسهم التي تشير إلى مخارجها على اللسان. فنجد أقصى اللسان حرف القاف، ويليه حرف الكاف، ثم بعد ذلك في وسط اللسان نجد حرف الجيم والياء والشين، وتسمى الحروف الشجرية. ثم بعد ذلك حافتي اللسان، ويأتي منها حرفين، الضاد من الحافة من آخر اللسان، أما اللام فمن مقدمة اللسان من الطرف حتى بداية الحافة عند مخرج الضاد، كما هو موضح بالظل الأسود على حافة اللسان. ثم بعد ذلك من طرف اللسان تخرج مخارج لحروف عدة، وهي النون والراء والتاء والدال والطاء والسين والصاد والزاي والثاء والذال والظاء. وهذا جدول مبسط يبين مخارج الحروف الأساسية، ويتفرع منه المخارج الفرعية. المخارج الرئيسية: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. أما المخارج الفرعية فالجوف يخرج منه حروف المد ال3: الألف والواو والياء المدية. والحلق له 3 مخارج فرعية: الأقصى والوسط والأدنى. فالأقصى من أقصى الحلق يخرج الألف أو الهمزة والهاء، ومن وسط الحلق العين والحاء، ومن أدنى الحلق الغين والخاء. أما اللسان فيحتوي على أكثر المخارج الفرعية، ومنها أيضا أكثر مخارج الحروف، وينقسم إلى أقصى اللسان ووسط اللسان وحافتي اللسان وطرف اللسان. فمن أقصى اللسان يخرج حرف القاف والكاف، ومن وسطه الجيم والشين والياء، ومن حافته الضاد واللام، ومن طرفه النون والراء والطاء والدال والتاء والصاد والسين والزاي والظاء والذال والثاء. أما الشفتان فيخرج منهما حرف الفاء، وهو من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، ومن الشفتين جميعا 3 أحرف، وهم الواو والباء والميم. أما الخيشوم فيخرج منه الغنة، وهو أعلى الأنف. وهناك بعض الملاحظات عند سبب الإظهار وسبب الإدغام، وكذلك سبب الإدغام بغنة أو الإدغام الكامل والإدغام الناقص. فنجد أن حرف النون يليه حرف الراء ويسبقه حرف اللام، فلقرب المخارج أصبح إدغاما كاملا في اللام والراء، وإذا بعدت المخارج قليلا أصبح الإدغام ناقصا. ونرى حروف الإظهار بعيدة تماما عن مخرج النون، وهذا هو سبب الإظهار: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فهي من الحلق بعيدة عن مخرج النون الذي هو من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. فإذا تأمل الناظر في هذا الجدول المبسط يرى كلام ابن الجزري رحمه الله كما يقول: إذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موف حقه، فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، وذلك ظاهر. فكم ممن يحسن الحروف مفردة لا يحسنها مركبة، بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرقق، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه، إلا بالرياضة الشديدة حالة التركيب،
فمن أحكم صحة اللفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد.